علينا إذا تبنا إلى الله أن نعمم، فنقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمت منه وما لم أعلم. يعمم، فلا يقتصر على الذنب الذي يستحضره. هذا عدا أن البعض منا قد يذنب ذنوبا لا ينتبه لها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. لا يلقي لها بالا، لكن يحاسب عليها لأنه يدري أنها معصية، لكنه قالها على سبيل الضحك أو على سبيل حديث الركب أو ما شابه ذلك من الأمور. قاعد في الديوانية يسولف مع الربع وكذا وقالها، وهي من سخط الله يهوي بها في نار جهنم، لكنه لم ينتبه لها. طيب ما الحل؟ عمم، نعمم في توبتنا. اللهم إني أتوب لك من كل ذنب، اللهم اغفر لي ذنبي كله، وهكذا نعمم في التوبة إلى الله تبارك وتعالى.